استنى دقيقة يا برج الأسد. مش كل مرة الدنيا هتكسرك، في مرة هتيجي وتقولك اتفضل الدور عليك. المرحلة اللي جاية مش صدفة، دي نتيجة انك استحملت كتير وسكت كتير. بس خلاص دلوقتي وقتك انك تقوم وتاخد حقك بهدوءك. الناس شايفينك قوي وما بتقعش، بس محدش عارف انك تعبت من كتر الصدمات. ناس كنت شايف فيهم الامان طلعوا اول ناس كسروك، ومع كل وجع كنت بتسكت وتكمل كأنك تمام، بس جواك كنت بتقول لحد امتى؟ ربنا شايف كل اللي عديت بيه وهيعوضك، مش بكلمة حلوة، لا، بعزة وفرصة تخليك تنسى كل اللي وجعك. واللي استهان بيك هو أول واحد هيرجع يدور عليك. الفترة الجاية فيها انقلاب كبير لصالحك، في شغل، في فلوس، وفي شخص ندمان عايز يرجع، وفي رزق داخل حياتك بدون مقدمات. بس الأهم إنك هتبدأ تحس بقيمتك من تاني، واللي كان بيخليك تحس إنك قليل هتشوفه هو اللي بيحاول يقرب منك دلوقتي. أنت مش محتاج تثبت لحد إنك قوي، اللي عارفينك كويس بيخافوا من هدوءك. الفترة دي هتكون فيها إنجازات وقرارات مصيرية، بس ما تترددش، خد الخطوة اللي كنت مأجلها، لأن الحظ فاتح لك بابه على الآخر. الكون كله بيقول لك قوم، خد مكانك ووريهم مين الأسد الحقيقي. ده وقتك، وقت انتصارك. الأسد رجع يزقر ومفيش حد هيوقفه. ما تنساش تعمل لايك وشير مع كل أصدقائك من برج الأسد، واكتب لي في الكومنتات أنا الأسد اللي رجع وهيقلب الموازين. معاكم دايما وليد زهران، استنونا في الجديد.